السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى ناس في الدنيا؟ هنخش في موضوعنا على طول. النهاردة ان شاء الله هنعمل البقسماط بدقيق الذرة. تمام. طب ايه هيبقى طعمه؟ ايه يا دعاء؟ هيبقى طعمه زي العسل. وجربي. عندي هنا كوبايتين دقيق زيرو وكوباية دقيق ذرة. انا اهو هوريكي كل حاجة بالمعيار، بالكوبايات المعيارية دي. ده دقيق ذرة يا ست، كله بيبقى طبعا غامق عن دقيق الزيرو. او عندك الدقيق الاصفر بتبقى جميله برضو حلوه قوي. هنا انا حطيت معلقه خميره كبيره، حطيت هنا رشه ملح، وهنحط معلقتين سكر. تمام كده. وهنحط نص كوبايه زيت على سمنه. هنا عندي ربع كوبايه زيت، وهنحط ربع كوبايه سمنه. طب ليه الزيت والسمنه؟ السمنه تديها طعم ايه كده وحلاوه كده، وطعمها بيبقى جميل، وتبقى مخدومه وريحه اللقمه كويسه، والزيت بيعمل لها قرمشه وطعم تمام التمام. هنعمل ايه؟ هنقلب ده كله مع بعض ونبسته كده بسه حلوه كده خفيفه، مش زي بسه الكحك، لا، نص بسايه كده. تمام. انا بحاول اقول لك على كل الوصفات الاقتصاديه الجميله عشان تعمليها في قلب بيتك، ولا تشتري من بره ولا حاجه. بكوبايتين دقيق، 3 كوبايات دقيق، بيتنا مليان بالخير، ونتوكل على الله وسمي الله واعملي الوصفة هتبقى زي العسل. تمام يا ست الكل. وما تنسيش دعوة طيبة منك وتعليقك الجميل واشتراكك وتفعيل الجرس ومشاركة عشان الكل يستفاد، وعشان يصلك مني كل جديد ان شاء الله. في ناس بتعجنها باللبن براحتها، انا هنا عجنتها بالمية، مية دافية زي ايه؟ دافية زي دمعة العين. وتقومي عجنة بقى الكمية بتاعتك دي كلها. بس خلي بالك هنا مش هنخليه يخمر، هنخليه يرتاح، لان هي مش قرص. تمام. يلا نعجن. واي حد زعلان من حاجة حط غلك وفش غلك في العجين زي ما احنا متعلمين. خلصنا. لفتها بورق ستريتش، او عندك كيس براحتك خالص، كيس مطبخ عادي خالص. هتقطعيها زي ما هي كده بالظبط، ما تعجنهاش تاني. تقومي مقطعاها حتت كده زي صوابع كده. تمام. عشان تاخد معاك ويبقى سهل عليكي عملية الفرد بتاعتها. وهتشوفي الأشكال اللي هنعملها أشكال جديدة عن البقسماط التقليدي. تمام يا ست الكل. عند اهو تقطعي بقى حتت زي ما انت عايزة، والحجم اللي انت عايزاه وتفضليه اعمليه. شوفي هنا عندك رخامة فريدة عليها، ترابيزة، طبلية، صينية زي عندي، اللي في ايدك متاح اعمليه. تفضلي بقى تبرميها كده وتلفيها كده وتظبطي بقى الدنيا. عايزة ده الشكل التقليدي. تمام. وتقومي دايسة على الطرفين عشان ما تلمش منك. ولما تريحيها كويس قوي مش هتلمي منك يا ست الكل، وهتديك الشكل الانسيابي الجميل اللي انت عايزاه. اهو انا بوريكي وهعلمك حته حته ودرجه درجه. هنا حبايب قلبي اللي متجوزين جديد، اللي عايزه تبهر جوزك وتبهري حبايبك، اتعلمي وهتبقي احسن من اي شيف ان شاء الله. طريقتنا بكل بساطه وكل حلاوه وكل لذاذه. تمام. عندك سكينة، تمام. عندك مقطع مشرشر، تمام. عندك رول، شوفي براحتك خالص، انا بوريك اهو. والحجم حسب زي ما انت عايزة. هنا هنعمل الكرة دي، بصي تقفليها كده وتقومي برمها برمتين 3 كده عشان تاخد شكل الدايرة كاملة. تمام. وتظبطي بقى دايرتك زي ما انت عايزة بنفس حجمك اللي انت عايزاه. تمام. يلا الشكل اللي بعده. انا هوريك كل الاشكال اللي نفسك فيها. جددي شكلي اللي نفسك فيه يا حبيبة قلبي. اهو هنا دي شكل رقبة الوزة او حرف الاس زي ما بيقولوا، عشان الولاد حبايبنا ياكلوا ويتبسطوا ان شاء الله. كوباية شاي بقى، كوباية نسكافيه يا ست الكل. تعالي بقى جنبي واقعدي وشوفي الوصفة الجميلة دي وكلي طبعا. ارجوكي جربيها وان شاء الله هتعجبك. طب دي الذرة، اشمعنى دي الذرة؟ بيديله نكهة حلوة قوي وطعم جميل جدا يا جماعة. طعمه بيبقى مميز كده. هو بيبقى غامق سنة عن الدقيق الزيرو، خلي بالك برضك من المعلومة دي. تمام. واحنا برضك عايزين نعمل حاجة اقتصادية وموفرة في نفس الوقت. اهو الشكل اللي بعده ده رابع شكل ليه. اهو بصي تظبطي الطرفين كده وتظبطي الفطيرة بتاعتك او الصباع بتاعك وتلفيها زي الضفيرة. يلا ايوه. تجيبي بقى واحده يمين وواحده شمال كده وتقومي قافلاها من الناحيه التانية
ببوزة كده، شايفة اهي اهو، نفس الحجم والشكل اللي نفسك فيه. هوريكي بقى الاشكال بتاعتنا بعد ما خلصناها اهو. الضفيرة بتاعتي اهي، تمام. حطي لايك يا ست الكل لو وقفتي، فضلا وليس امرا يا ست الكل. وده شغل يا حبايبي، محدش يزعل منه، لازم افكرك بس اهو. اعمل بقى كل ايه، شوفي الصوابع قطعيها زي ما انت عايزه، بس ايه، حاولي تعمليها رفيعه. طب ليه بتعمليها رفيعه؟ عشان ده بقسماط، عشان ينشف معاكي في قلب الفرن. تمام تمام اهو. شايفه العجينه ما ملمتش معايا ازاي؟ زي ما بحطها بلاقيها. ليه؟ عشان مخدمها كويس قوي قوي في العجين، ومديها فتره ان هي تريح معايا وتبقى زي الفل اهو. هترش على الوش بقى، عندك بقسماط، عندك سوري سمسم، عندك حبة البركة، عندك كمون زي ما هتشوفوا اللي انا حطيته على الوش، عندك جبنة رومي مبشورة براحتك خالص. دلعي بقى اكلتك زي ما انت عايزة. العين قلنا بتاكل قبل البق. حاجتك كده تبقى طعمة ولذيذة، تشجعي ولادك وتشجعي نفسك اهو. وده الرنج اهو، بقسماط الرنج، هي الدوريات او الحلقات. ايه رأيك بقى؟ حاجة بقى ما كلفتكيش حاجة. عندي بيضاية حلوة كده على ظرف فانيليا، ونقوم ايه مضربينها ضربة محترمة ونحطها على الوش. بس خلي بالك عشان بتنشف بسرعة، لازما الجزء اللي تعمليه بسرعة بسرعة تحط عليه اللي انت عايزة تحطيه على الوش بتاعه. تزوقيه بقى بحبة البركة زي ما قلنا. انا هعمل جزء حبة البركة، وجزء سمسم، وجزء ملح بكمون. ايه ملح بكمون. وممكن برضك تعمليه ملح لوحده، ترش عليه ملح براحتك خالص اهو. حبة حبة كده تزيد المحبة يا ست الكل. طعامي اكلك بقى كده وحطي له اللي نفسك فيه اهو. انا عملت صف هنا حبة البركة، وصف تاني ملح بكمون. بس الملح بكمون كان طعمه واو يا جماعة صراحة. طبعا الكمون في كل بيت. ممكن تقولي مثلا ما عنديش سمسم، ما عنديش حبة البركة، حط اللي نفسك فيه واللي تحبيه وتفضليه. وفي تعمليه سادة خالص براحتك جدا اهو. ده ملح بكمون بوريهولك اهو، عادي. ملح بشطة حط، ملح فلفل اسمر حط، كله ماشي. ليه كله ماشي؟ لان انا اللي هاكل، وانا اللي نفسي فيه انا اعمله في بيتي. تمام تمام. يلا والله يا جماعة، انا رحت للفرن لقيت الاسعار نار. ايه 50 ولا 40 ايه الارقام دي يا جماعة؟ ليه ده كله يعني؟ ما نعمله في بيتي وخلاص. ده انت لو عملت الصاجين، انا عملت من الكمية دي صاجين، وصاجين محترمين كمان. شوفي والله بألف هنا وشفا، بألف هنا، ووفرت على نفسي كتير. الفرن في بيتي، الدقيق، شوية الخميرة، ايه اللي كلفني؟ ولا اي حاجة. شوية الزيت في بيتي، وممكن تعمليه زيت صافي براحتك خالص. ممكن تعملي، شوفي براحتك خالص. انا اللي هاكل اهو. هوريكي بعد ما خلصنا الكمية كلها اهو. شايفة؟ تسويه بقى على درجة حرارة 180، وبعد من تحت الأول، وبعد كده توطي عليه النار وتدي وش من فوق. تمام. وتوطي عليه النار خالص عشان ينشف، وتسيبيه بره ينشف. تمام. لازم تفرديه عشان ينشف اهو. وهوريك واحدة كده اهو. ده السادة اللي انا عاملاه، رشة بس كده على الوش، حاجات بسيطة. وابو سمسم اهو، ابو ملح بكمون، وحبة البركة. انا اصنف زي ما انا عايزة يا باشا، انا اللي هاكل يا ست الكل اهو. شايفه بقى لما نشفت بقى وخدت حد، بصي مقرمش وجميل فعلا. والله والله وصفه ممتازه وما كلفتنيش حاجه. ما تنسيش تحط لايك يا ست الكل، ودعوه طيبه منك. واللي انت عايزاه اكتبيه في التعليقات، ومرحب بتعليقاتكم يا ست الكل. مرحب باخواتي، واشكركم للناس اللي انضافت ليا جديد. يا رب يا رب ما يحرمني منكم، ويجعله في ميزان حسناتكم، ويبارك فيكم يا رب العالمين اهو. احلى مقرمشات بقى، واحلى بقسماط بالذره بقى، وعيشي حياتك يا ست الكل. وممكن تعمليه بدقيق زيرو صافي عادي. انا قلت بس ايه ازود نكهات كده واظبط الدنيا، مش كله بقى ايه كده. مع الف سلامه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.